مفاجاه من العيار التقيل ما خطرتش على بال حد. بيقول لك احتمال يرجعوا يزودوا الفايده تاني السنه دي. ده شركات السمساره الكبرى في وول ستريت بعد تقرير الوظائف اللي طلع يوم الجمعه اللي بيقول فيه ان في وظائف كتيره زادت. يعني بعد ما كنا متوقعين ان يحصل تخفيض 3 مرات وبعدين مرتين وبعدين قالوا مره، دلوقتي بيقول لك احتمال كبير الفايده تثبت وفي احتمال انهم كمان يزودوها. المحللين في بنك اوف امريكا بيقولوا ايه؟ نعتقد ان دوره التخفيضات انتهت ولدينا سيناريو اساسي يتمثل في ابقاء الفيدرالي على اسعار الفايده لمده اطول، وهناك مخاطر نحو زياده اسعار الفايده. جي بي مورجان وجولدمان ساكس هم كمان كانوا متوقعين ان الفايده هتقل في مارس. النهارده بيقول لك لا، مش قبل يونيو على ما نشوف. الفكره ان البنك الفيدرالي بيقلل الفايده لما معدلات البطاله بتزيد، تقوم الشركات تاخد قروض وتكبر شغلها وتوظف الناس. لكن لما التضخم بيزيد والاسعار بترتفع بيرفعوا الفايده، فالناس تبطل تاخد قروض والشركات كذلك، فتقل حركه البيع والشراء وبالتبعيه التضخم. او اللي حصل بقى ان تقرير الوظائف طلع قال والله ده في وظائف كتيره اتفتحت الفتره اللي فاتت دي، يعني في شغل. فالفيدرالي هيقول لك طب ما انتوا زي الفل اهو، يبقى غالبا مش هخفض الفايده. احنا بقى والدول الناميه مالنا بالكلام ده؟ لو رجع زود الفايده هتلاقي الاموال الساخنه بتطلع من بنوك الدول الناميه وهتروح تاني لامريكا لان المخاطر فيها اقل، فتضطر الدول اللي زي حالتنا انها ترفع الفايده، ورفع الفايده بيضعف الانتاج والصناعه وهكذا.